اليوم هنعمل مع بعض البيتي فور. معانا نص كيلو سمنة، ومعانا 625 جرام دقيق ورشة ملح، ومعانا 4 بيضات. هناخد بياض البيض بس، هذا اللي هنستخدمه. ومعانا 175 جرام سكر، ومعانا فانيليا. يلا بينا. معانا الكاكاو بقى هنستخدم في النص التاني، يعني نعمل نصه فاتح ابيض ونصه بالكاكاو اللي هو الشوكولاته. تعالوا نشتغل مع بعض بقى. اول حاجه السمنه متكونش سايحه خالص، يا دوبك ضيفت حاجه بسيطه اول جزء فيها، بسيبها عشان افكها بس زي ما انتم شايفين. والبيض، ومعانا الكاكاو والسكر والفانيليا، وطبعا انتوا عرفتوا المقادير بتاعتنا. يلا كده، خدت البياض بس حطيته على السمنه، والصفار شيلته على جنب لوحده. كده السمنه مع بياض البيض هنخلطهم مع بعض كويس واجيلكوا. لو كده خلطته اهو شايفين. بعد كده حطيت 175 جرام سكر، يبقى حطيت كده السمنه و4 بيض، وحطيت السكر، وحطيت الفانيليا، وخلطه كويس جدا. وبعد ما خلطته احط دقيق، احط على نقطتين، وكده بعد ما اتمزج جدا. بعد كده بقت العجينة بقت لما وبقت متجانسة كويس جدا. هسيبها قد تلت ساعة كده في التلاجة. بعد كده هجيبه، وزي ما انتوا شايفين اهو، هبتدي اعمل اشكال بيه. شكله ما عجبنيش بشيله واحط واحد تاني اهي. بتلفيه، حاولي تلفيه كده وتحركيه من العجينة متماسكة، بتنقليه كده بمزاجك عادي، وخليه جنب بعضه كده كده، مش هيتزايد قوي. ليه؟ عشان هو لا محطوط عليه خميرة ولا محطوط عليه بيكنج باودر. الحجم بس، يعني الموضوع ان هي العجينة تستريح بس، وتحط في التلاجة شوية عشان السمنة ما تسيحش منك والدنيا تتبهدل. يعني بشتغل شوية، ولو لقيت السمنة سايحة مني او محطة كله في قلب التلاجة شوية، بعدها بجيبه واكمل شغل عادي، يعني مفيش مشكلة. لو افتكرتي في دماغك يعني الكمية دي يعني مش مكمل 3/4 كيلو، هتبقى حاجة بسيطة، هخليكي في الاخر تشوفي الكمية شوية ما شاء الله حلوة، يعني مش وحشة. شايفين شكلها؟ بجيبها والفها كده شوية، شايفين؟ على مهلك خالص وانت شغالة، ما تسيبيش مسافات بعيدة بينهم. اهي شايفين؟ طبعا الصاج مش دهنينه، عشان كده كده البيتفور بتاعنا كله زبدة، فمش محتاج ان هو يدهن. وهنا بعد ما خلصت عملت نصها اهي، زي ما انتم شايفين فاتح، والنص التاني عملت عليه شوكولاتة الكاكاو، ومزجته كويس جدا، وهوريكوا الصاج التاني وهو معمول اهي. وده الصاج التاني عملته هو بالكاكاو. اهم حاجة تخلطيه العجين بتاعك كويس، ومقاديرك تبقى مظبوطة، هيطلع ما شاء الله معاكي. هسويه بقى كده واجيلكوا. بعد ما سويته كده اهو شايفين، بعد التسوية ما بياخدش وقت، شايفين اهي ما شاء الله. اهي شكل تاني اهي. تعالوا بقى نشوف مع بعض الفاتح اهي. وهنا بقى هحضر بعد كده برطمان مربى بالطعم اللي انت عايزاه، وشوكولاتة فرماسيات ب5 جنيه، مش يعني حاجة كتير. وتاني ب5 جنيه تاني جوز الهند. كده ما تجيبيش كمية كتير عشان ما تبص عندك، يعني حاجة بسيطة تخلصيها، وبعد كده بقى جيبي تاني بقى وقت ما تكوني بتعملي حاجة تاني. يعني شايفين
ما شاء الله. هزينه بقى واوريلكوا. بعد كده بعد التزيين، شايفين عملت ده جزء شوية بالشوكولاتة الفرنسية وجزء تاني بجوز الهند، وهنا عملت ده كله بالشوكولاتة الفرنسية. قلت شكله هيبقى احلى. لو في اي تعليق ولا حاجة مش عاجباكوا قولوا كده، والهنا والشفا على قلوبكم. لو عجبك دوس لايك واشتركي معايا في القناة. كل سنة وانتم بخير.